يا اهلا بالحلوين، عاملين ايه حبايبي؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. جايلكم النهارده بقى بيوم جديد وفيديو جديد. يلا كده نسمي نقول بسم الله. هنا كنت واخدالكوا الشارع اللي قدامي ده، بيبقى فيه سوق يوم الجمعة، بس مش عارفة بقى، بس انا تقريبا ما دخلتوش الا مرة. فهنا بقى كنت بوريكم كان عندي غسيل، كنت نشرته و... وهنا كنت قايله لكم في الفيديو اللي فات ان انا كنت كانسه الشقه ونفضتها، وكنت بغسل السجاد فغسلته كده. كنت غسلاه بالليل، فما عرفتش اصور لكم، فوريتهولكم وبعد ما نشرته كده. وهنا بقى كنت بفك الاكياس بتاعه الانتريه، فرش الانتريه عشان اغسله، عشان زي ما قلت لكم عايزه اغسل الانتريه كده وافك الستاير و... اللهم صل على النبي. افك الستاير كده وغسلت الدنيا كده، غسلت السجاد وفرش الانتريه، وهغسل الانتريه والستاير. فاضل اللحفة هغسلها برضو. بس يا بنات، فكنت بوريكم كده يعني اللي انا بعمله. يلا بقى كده اللي وراه حاجه يقوم يتشجع معايا ونبدا مع بعض. مش عايزين كده نراكم كل حاجه علينا في الاواخر، يعني حاجه حاجه كده نقوم نعملها مع بعض. يعني انا النهارده عملت الانتريه وغسلت الستاير و... وعملت هريسة شطة خزنتها. هي مش عشان رمضان، هي عشان طول السنة بصراحة. انا كنت بفك الفرش ده ايد نحبيه. عاملين ايه يا بنات؟ طمنوني عليكم. اللي بيشوف الفيديو ومبيعملش اشتراك يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. لو عجبكم الفيديو شيروه لاصحابكم عشان نخلي عيلتنا كده تكبر بيكم. معلش يا بنات والله على تأخير الفيديوهات، انا قلتلكوا ان التليفون بعافية شوية والنت بعافيتين، الحمد لله. ان شاء الله هظبط كذا حاجة كده، بس يا ربنا ييسر. كنت قايلة على المفاجأة واللي هيقولها لي عندي هدية، بس محدش طبعا علق ولا حد سمع الكلام اصلا، فعادي بقى. ارخم حاجة في الفك بتاع الانتريه اللي هو الكرسيين دول، ده والتاني، عشان جايب كيرف كده فبيبقى صعب اوي في الفك بتاعه. بدأتوا تفريزات رمضان ولا بدأتوا في الشهر الأول، ولا بتعملوا حاجة من هنا وحاجة من هنا؟ وبدأت الصيام يا بنات، أنا صايمة من يوم 29 رجب لحد النهاردة اهو، 3 أو 4 شعبان، والنهاردة الخميس، بس مش عارفة كام شعبان تقريبا، يعني 2 3 رجب تقريبا. ان شاء الله هاخد الاسبوع ده، يعني هاخد الشهر الاسبوعي، الشهر ده كله صيام، عشان زي ما قلت لكم ان انا في الفيديوهات اللي فاتت ان انا كنت والده في رمضان اللي فات تاني يوم، فكنت فتره رمضان كله مصيمش الا هو اول يوم بس. فان شاء الله هاخد الشهر ده وشهر رمضان باذن الله، باذن الله باذن الله ان احنا نخلص. مين صايم يا بنات؟ اللي صايم في شعبان يكتب لي في الكومنتات. هنا بقى فكيت الفرش كله. انا كرهت المخدات دي اللي هي المساند دي بتاعه الانتريه، بصراحه كرهتها. في فكره كده في دماغي هقولها لكم وقولوا لي لو حلوه هعملها.
عايزة اجيب يعني نفس اللون بتاع القماش اللي هو الكحلي، واشيل المخدات دول. هي الكنبة الكبيرة عليها 4 والكنبة الصغيرة عليها 3، فعايزة اجيب الكنبة الكبيرة دي اخليهم وحدتين بس، زي اللي هما طالعين اللي هو بيبقوا على الركن او الانتريه، بيبقوا خفاف كده في الاستعمال بدل دول بصراحة رخمين قوي هم كده. واللي هو الاورنج ده يعني دول ال4 شلت انا حطاهم على الارض عندي، فهحط بدلهم اللي هو ده، هحط بدلهم اللي هو اللون ده اللي هما في بتوع الانتريه. فقولولي ايه رأيكم، لو حلو عرفوني. هنا كنت بحاول اعمل حركة بس تقريبا ما نفعتش، يعني حاجة جديدة كده بس ما جاتش برضه. بس هنا بقى كنت غسلتهم حطيتهم في الغسالة، ويا بنات وهنا استنى اقول لكم، هنا كنت بفك الستارة تحت البلكونة، وكنت فكيت اللي هما بتوع الشباكين. هتفطروا فين يا بنات اول يوم رمضان؟ عرفوني واكتبولي في الكومنتات، واللي يعجبه الفيديو يعمل شير كده وحسسوني ان انتوا موجودين. انا بقى كنت بغسل بشغل الغسالة عشان احط فرش الانتريه. حطيت هنا قسمتهم على مرتين، يعني اللي هما الفواتح دول لوحدهم، الفواتح لوحدها والغوامق لوحدها. حطيت عليها بقى المسحوق كلوركس الوان، وبنات اللي هو البتاع اللي اسمه ايه ده، الدوني بتاع اوكسي بتاع منعم الملابس، تحفة 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 اللي بنسيم الشرق قسما بالله، مع المسحوق اللي هو برضو بنسيم الشرق اللي بتاع اوكسي، كأنك مولع بخور في المفارش في المفروشات دي. غسلت بيه الستاير والمفرش الانتريه، وعملت برضو الانتريه بيه تحفة. وبعشق كلوركس الالوان برضو. بس بحطه بقى في اخر 10 دقايق من الشطف. هنا بقى بعمل هرسة الشطة. البطرمان ده تقريبا يعني ما بيقعد عندي سنة ويمكن ممكن يعدي كمان. بجيب هنا الفلفل. في يا نوح مالك؟ معلش يا بنات. فبجيب الفلفل اغسليه او تمسحيه، بس اهم حاجه اما يتعمل ما يكونش فيه نقطه ميه عشان ما يبص منك. الطريقه دي بصراحه عجبتني، انا كنت جربتها اول مره عجبتني فاعتمدتها بصراحه، ما بعملش غيرها. فحطيت هنا بقى الكب طبعا عشان ما قطعتهوش عشان مولع، فكنت بصراحه خايفه ان انا اقطعه كتير عشان ايديا وكده، بيثبت في الايد حتى بعد ما اغسل ايدي. انا من النوع لما بقطع اي فلفل حراق بيفضل في ايدي وبحس ان في نار في ايدي حتى لو غسلتها 100 مره. فهنا بقى كنت قللتهم شويه، عملتهم على مرتين، وهي بصراحه طريقتها سهله جدا. اعملوها وجربوها والله يعني هتعتمدوها بعد كده، ولا بقى تتعمل على النار ولا تتسبك ولا الكلام ده، لا. وبتفضل في باب التلاجة والله العظيم سنة ويمكن اكتر كمان. يعني انا ما عندي ما حدش بيحب الشطة قوي، فهو البطرمان اللي انا بعمله ده بيقعد معايا سنة، بس بيبقى تحفة. على بتنجان بقى، على حاجات بتاعت سمك اللي هي الخلطة بتاعت التتبيلة بتاعت السمك، في اي حاجة بحب احطه كده بيبقى تحفة، يعني سنة بسيطة فبيقعد معايا بالسنة بصراحة بيبقى حلو. وهي طريقته دي، هو بضربه في كده في الكبة وبحط عليه ملح، كتري ملح. يعني ممكن هو كيلو فلفل، انا جايبه كيلو، الكيلو خد نص كيس ملح، كنت فاتحاه حتى هتلاقيني حاطه من الكيس على طول.
نص كيس ملح اللي هو الصغير او 2 جنيه او ب3 جنيه مع حسب ما بيبقى عندكم، وبحطه بقلبه كده جامد، يعني بقلبه كويس في الملح وبفضيه في البطرمان، وعلى الوش شوية زيت، حبة زيت محترمين بس كده. وقسما بالله تحفة. عندك بقى باب التلاجة في حبة البتنجان بيبقى ملهمش حل، في حبة التتبيلة بتاعت السمك بيبقى ملهاش أدنى حل، اللي هو لما لو عملت حاجة فيها سويت اند ساور بحط منه برضو، بيبقى شغال معاكي في أي حاجة. جربوها تدعولي، ويا رب اللي تحط لايك تروح تحج، تروح تعمل عمرة السنة دي وانتوا وانا بإذن الله. بس بقى شفتوا حبة الملح هكملهم، يعني لسه هحطهم تاني. اه ده كان نص كيس الملح عندي، كان ده تقريبا ب3 جنيه، وبحطه في البطرمان وعليه شوية الزيت، بحطيه في باب التلاجة. وقسما بالله ألوجة، انا مش من النوع اللي بحب التفريزات قوي، ومش اي حاجة بفرزها، ولا الوقت اللي انا عندي 4 عيال والوقت بالنسبة لي ضيق وحاجات كتير، بس يعني حاجات كتير مش يعني حاجات قليلة قصدي اللي بحب ان انا افرزها، مش حاجات كتير. الحاجة لما بجرب منها حاجة صغيرة وبتعجبني بحب ان انا اعملها، مش عشان بقى يعني توفير للوقت والكلام ده كله يعني، بس عشان لو مش موجودة في الموسم بتاعها اللي هو تلاقيها موجودة عندك تعرفي تعملي منها. وبس دول بقى جم في برطمان صغير حطيتهم، واحلى هريسة شطة، ومكملين تنظيفات رمضان وتفريزات رمضان، وكل سنة وانتم طيبين، وينعم علينا وعلى الأمة الإسلامية بألف خير، لا فاقدين ولا مفقودين. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لايكات كتير للفيديو ده، والفيديوهات اللي انزلها ياريت تعملوا عليها لايكات. وهتوحشوني. باي باي، مع السلامة.